فانزات اشطر كتكوت احلى كتاكيتو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه بقى ما تنسوش تصلوا بينا على النبي، تدعوا لاخواتنا في غزه وفي السودان، وترزعوا الاكل الجميل. ويلا بينا نبدا. هنا بقى قامت ست الحبايب حزينه من النوم، لقت المطبخ يضرب يقلب. قالت يا لهوي تاني ايه المطبخ ده مطبخ ولا سوق التلات ده؟ وقعدت تقول ماشي ماشي وانا في الاوضه جوه. رحت قلت مالها دي؟ بتزعق ليه يا ترى؟ فضلت ماشيه وراها كده اتمخطر وهي طالعه من البيت، وقلت واخده ازازه الصابون دي ورايحه فين. المهم بقى راحت لابسه شبشبه وراحت واخده بعضها وراحت نازله. دي شكلها ناويالي على نيه سوء بسبب المطبخ اللي يضرب يقلب ده. فتعالوا بقى نظبط ساعه التمن 5 دقيقه على 3 دقايق وننضفه في سرعه البرد. وانا بقى رحت داخله جوه كده لقيت نفسي عطشانه وريقي ناشف، قلت اشرب شويه ميه. ابش لقيته صابون مواعين. قلت طب ما في صابونه اهو، راح تجيب صابون ليه؟ لميت بقى المواعين النظيفه اللي كانت عندي. على فكره يا جماعه الميه كانت قطع عشان كده ما غسلتهمش، دخلت نمت سبتهم. وقعدت بقى احط كل حاجه مكانها واشيل واحط واشيل. خدت بقى كل حاجه واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت وفوق، واديله واديله لحد ما اديته على عيني وظبطته كده وروقته وخليته فل. وانا بعزل بقى كل حاجه بحط كل حاجه مكانها. المهم بقى يا ستي ما هو انت عشان ما اطولش عليك، ورحت شايله بقى المواعين من الحوض. كان بقى لهم 4 ايام في الحوض وعفين وحمضوا. قلت اطلع بص اشوفها نازله من على السلم ولا لسه نازله من على السلم واخده ازازه الصابون ونازله. طب انت رايحه فين يا حاجه؟ مش عارفه. اتابعها راح تجيب صابون من العزبه الجبليه. انا رحت بقى داخله على المطبخ حطيت شويه ميه في البتاعه دي، ورحت حاطه عليهم شويه صابون. رحت بقى جايب حته سلك من النعم ده، من اللي فاكر السلك ده يا اولاد. وزي فتحت بقى الميه كده. وما تنسوش بقى ان انا قصيره ومش طالعه وريقي ناشف، بس قلت يا بت وعادي كله يهون عشان اخلي المطبخ ده بربرق. واهم حاجه عندنا رضا ست الحبايب، عشان هي لو مش راضيه عننا هيبقى الدنيا مش كويسه. يلا في سرعه البرد نور فزوره. ما هو الشاي اللي في الغيط اخضر وفي السوق احمر وفي البيت اسمر؟ اللي يعرف يكتب لنا في الكومنتات، واللي ما يعرفش يقول سبحان الله ويستعين بصديق. هم بقى غسلت الكوبايات في الاول وببص ايه ده كان عدس ده ولا كان ايه ولا كان دبان ولا اختي ماني عارف. المهم بقى مسكت الحله وقعدت ادعك فيها رخره. فضلت امرش لحد ايه ما روقتها ونضفتها. ورحت بقى لقيت بقيه المواعين كان الاكل مع بصوا ماسك فيهم ماسكه، وقال اللي خرجني يفرجني. غسلت بقى الازازه دي بتاعه الميه اللي انا بملاها عشان اشربه منها، وغسلت كل حاجه. قلت اروح ابص عليها تاني، بس لقيتها لسه ماشيه في الشارع. قلت يا رب تغيب شويه على لما اخلص. وهنا كانت هي لسه ماشيه قدام الدكاكين اللي في الشارع دول. رحت داخله تاني شايله المواعين النظيفه وشايله الحاجه من الرخامه. فضلت اعزل بقى وشلت البتاع بتاعه التوابل دي عشان ما مسحتش تحتها من يوم ما اشتريتها. وقعدت امسح تحتها واروق واشيل واحط. والمهم بقى ايه دخلت بقى على المطبخ. قلت لازما وحتما ولا بد اخليه مطبخ ايه بربرو علشان انا ما بحبش الكركبه. بس اعمل ايه؟ ما كانش فيه ميه. اقطع نفسي يعني ولا انزل ميه من عندي؟ ما علينا. واهم حاجه بقى دخلت انت وهي ما تنسيش اللايك الجميل والكومنت اللذيذ والشير الشقي وتشجعيني بقى كده عشان اعرف اكمل. رحت شايله بقى البتاع التاني دي جزمه دي ولا ورحت حاطه مكانها ميه. ورحت برده ماسكه الفوطه ورحت منشفها مكانها. اهم حاجه ادعك وانا واشطف وانشف وارجع كل حاجه تاني مكانها. بقيت اكب ميه. مسكت الرخامه بقى رحت ماسكاها ايه مسيقاها حته تسييقه ومسحت تاني ورا البتاع دي. رحت غاسله بقى شويه المواعين اللي كانوا فاضلين في الحوض. رحت قلبه الصابون في الحوض بقى ومسكت السلك ورحت دعكه الحوض حته دعكه لحد ما خليته فل شمعه مزنهره. ورحت بقى غاسله الحنفيه برده. اهم حاجه من ان الحنفيه تبقى نظيفه، وزي ما انتم عارفين اهم من الشغل ضبط الشغل. خلصنا كده من الحاجات دي. وهنا كانت لسه ست الحبايب ماشيه في الشارع. ورحت داخله بقى على البوتاجات شايله بقى الشيالات والكوش وكل حاجه من عليه. ورحت حاطه شويه صابون كمان كده وشويه ميه نضاف. ورحت داخله على البوتاجاز. رحت واخداه هوبا دبل كاك شقلباظ ومشقلطه كله في قلب بعضي. ومسكت بدر فضلت امرش لحد ما خليته فل زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه يا ولاد ان انت تدعكي بضمير، والسلكه الناعمه هتخلي معاك البوتاجاز زي الفل. ودعكي كده ومسحي، بس اوعك تكب ميه عليه احسن تبوظيه. رحت مسحاه كده بالفوطه ومنشفاه. ورحت طالعه بصه تاني من البلكونه لقيتها لسه ماشيه في الشارع ولسه ما راحتش العزبه الجبليه. انا مش عارفه هي ماشيه زي السلحفاه كده ليه؟ هي ماشيه على قشر بصل ولا ايه ولا؟ رحت داخله تاني على الشيالات ومسكت بقى السلكه وقعدت ادعك فيهم لحد ما خليتهم ايه زي الفل. اهم حاجه يا ولاد ان انتوا تدعكي بضمير، لان ديت حاجتك ليكي انت مش لاي حد تاني. وتنشفي كده اوعك تسيبي ميه على الكوش دي عشان ما تصديش تفضل تعمل لك حديد وبتاع كده وتبوظ لك الدنيا. وزي ما احنا متفقين بقى ان اهم من الشغل ضبط الشغل. خليكي كده نظيفه وسريعه عشان الحاجه ما تاخدش معاكي وقت. ورحت بقى مرجعه كل حاجه مكانها تاني. ورحت ظابطه الدنيا زي ما انتم شايفين كده خلصت. لا ما خلصتش. وهنا كانت جابت الصابون وهي لسه راجعه في الطريق. طب اعمل ايه؟ قلت ارضيه المطبخ زي الزفت. قال لي من المشيات الصغيره دي وامسكها ادعكها. ورحت بقى مسيبه الميه كده على المشايات. ورحت ماسكه الفرشه ونزلت عليها حتتك بتتك خليتها ايه زي الفل زي ما انتم شايفين كده. ومسكتها من فوق ومن تحت ومن اليمين والشمال والشرق والغرب والشمال والجنوب وكل الاتجاهات. ورحت منزله عليها شويه ميه كمان وشطفاها ومنزله الميه الروبه اللي كانت فيها. بصوا الميه شكلها ولاد عامل ازاي. كان بصوا وضع مزري جدا. حطيت شويه برسيل ورحت ماسكه بقى الفرشه. رحت مكمله دعكان فيها. ورحت شطفاها رخره وماسكاها كده عصرها كأني بنعصر الهدوم. ورحت مصفيه الميه اللي فيها ورحت شايلها هي كمان. وعايزه اقول لك بقى ان انت لما تنجزي كل حاجه اللي وراكي اول باول مش هتحس باي تعب ولا مجهود. رحت ماسكه الثالثه برده. ورحت كبه عليها الميه بتاعتها برده كده ايه ودعكاها وعصرها. شفتوا شكلها بعد ما غسلتها. وانا كنت خلصت بقى قلت اروح ابص عليها اشوفها وصلت فين. ولقيتها لسه جايه. قلت اما اسيق بقى بالمره. رحت حطيت بقى شويه ميه وحبه برسيل اللي كانوا فاضلين برسيل جل في البتاع ده. رحت ماسكه الخشه بتاعته ورحت نازله بقى على ارضيه المطبخ. وانتوا عارفين ان انا مش بحب اسيق غير بالخيشه دي عشان الشرشوبه ما بتنفعش معايا. قلت بقى بعد ما الفرشه اتصفت اروح اخدها ايه نشر الحبل الغسيل عشان ما توقعوش. وايه رايكم بقى في الروتين اللي انا عملته ده يا ولاد؟ وكل ده ما خدش 8 5 دقيقه. وهنا كانت ست الحبل
حبايب لسه اخيرا وليس اخيرا كانت واصله البيت، وداخله بتقول لي ايه ده ينفع اللي انت كنت عاملاه في البيت ده؟ قلت لها بصي قبل ما تزعقي شوف الدنيا بقت عامله ازاي. قالت لي الله ده ايه الحلاوه دي، الله عليكي. قلت لها بصي بقى اهم حاجه قولي للناس ما ينسوش اللايك والكومنت والشير ويتمنوا لنا من قلبهم الخير. سلام عليكم.